هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة جايبالكوا تاني فكرة مشروع. بعد ما عملت الدوني في البيت هعمل لكم شامبو في البيت خطير خطير خطير. نتيجته ممتازة، مش بينشف الشعر، وفي نفس الوقت هيعمل لك احلى حاجة تتخيليها في حياتك، وهي انه هيضيع التقصيف. شامبو خطير ومكوناته كلها سريعة، ناجح جدا جدا من اول مرة، وبيديكي كمية مش طبيعية، كمية كبيرة جدا ينفع لاستخدامك الشخصي وتوفري الفلوس اللي بندفعها قد كده في الشامبوهات، او انك تعملي بيه بيزنس وتوزعي على كل قرايبك واصحابك وجيرانك وتبيعيه. هتلاقي سعره رخيص جدا وموفر جدا، وبيدي كمية كبيرة جدا جدا جدا. في نفس الوقت متوفر عند اي حد من بتوع المنظفات. انا كنت جايباهم من حد كده بيبيع المنظفات، من التجار المنتشرين. في حد كده موجود في الاسكندرية عندنا في زنقة الستات. هتلاقيه كده مرقم لك الحاجات وكاتب لك على كل حاجة هتحطيها امتى. صدقوني ناجح جدا، ومن اول تجربة نجح معايا نجاح مش طبيعي. هو بيقول لك اهو ازاي هتحطيهم. هما 5 حاجات على 5 مراحل، هتحطيهم مرحلة مرحلة. طبعا هنبقى مجهزين في الاول معانا حوالي 5 لتر مية سخنة. ليه سخنة؟ علشان هتخلي المكونات تدوب بسرعة وتمتزج كمان بسرعة. هحط اللي هو اللي لونه ابيض شفاف خالص كده. انا مش عارفة بصراحة اسم الحاجات دي كانت ايه. هو الراجل لما ادهاني قال لي امشي على الخطوات وبس. حاجات كلها كانت على بعض ما كلفتنيش 40 جنيه. يعني الحاجات دي كلها 40 جنيه، هتديني حوالي 5 أو 6 لتر. فانت متخيلة بتجيب اللتر بكام أصلا؟ ف6 لتر كم كبير جدا. ده احنا بنجيب العبوة النص لتر بأكتر من 50 و60 جنيه. فانت متخيلة أنا هديكي كام ضعف، وحاجة انت عاملاها في البيت. وبعد كده حطي أي حاجة انت عايزاها، وصدقوني انا جربته واستخدمته، مش بينشف الشعر تماما، بيدي طراوة خطير خطير. في نوع تاني للاطفال لو حابة تستخدميه، يعني هو عنده برضو. قولي له انا عايزة شامبو الاطفال، هيديكي التركيبة بتاعته. انا جبت شامبو عادي جدا للكبار. كده انا حطيت اول مرحلة دوبتها كويس جدا، واتأكدت ان كل المكون اللي فيها داب. هتلاقوا كده ايه، بدأت تتقل شوية وتعمل زي الزيت. هي مادة لزجة شوية. اول ما اتاكد بقى ان هي دابت خالص، طبعا انا مطفيه النار خلاص. يعني انا خلاص بعد ما الميه غليت انا طفيت النار، وبحط كل المكونات كده بره النار. تاني حاجه بقى هحط المكون بتاعي اللي هو الشفاف التاني. هو كاتب لي المراحل زي ما قلت لكم. انا بحطه وبدوب بحطه بدوب. المكون ده اول ما هحطه بصوا هيغير لي بقى اللون. هتحسوا كده ان اللون بدأ ياخد اللون الابيض. ما كان الاول شفاف، دلوقتي اللون بدأ يتغير، وهلاقيه بدأ يتقل. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بدأ يتقل معايا. معلش، هو اكتر حاجة متعبة شوية في ان وانت بتعملي شامبو انه تقليب كتير، لكن صدقوني نتيجته هتخليكي عارفة مبهورة. صدقوني انا اول مرة في حياتي استخدم شامبو ما ينشفليش شعري، في نفس الوقت احس ان شعري طري. يعني انا مش عايزة اكتر من الشامبو انه ينظف ويخليه مش ناشف. انا مش عايزة اكتر من كده. هو بصراحة حقق المعادلة الصعبة، انه يعمله بالشكل ده ويطلع بالنتيجة دي، وفي نفس الوقت انه ما ينشفليش شعري خالص وينظف لي شعري كويس جدا جدا جدا. كده انا عملت تاني خطوة اللي هي دوبنا المكون التاني، وبدأت احس انه بيتقل. ممكن اختياري كده، انا حطيت اختياري من عندي قطعة زبدة شيا من اللي كنت حطاها في حمام الكريم اللي هنزله لكم، لان انا عملت كمان حمام الكريم في البيت اللي هو الكونديشنر، وهوريكم ازاي بنعمله في البيت. انا حطيتها بصراحة علشان ازود قيمة الشامبو. برضو من ضمن الحاجات اللي هو قال لي عليها، انا حطيت كمان شوية زيت كده ارجان علشان اغذي شعري بالشامبو. مش عايزة تحطيه برضو براحتك. من ضمن بقى الحاجات اللي هو قال لي عليها، لو عايزة روايح معينة للشامبو، مش عايزة خالص وعندك حساسية، مش هتاخديه. يعني كده الشامبو هيطلع من غير ريحة خالص.
عايزه بقى روايح عشان تبقى ريحته شبه الشامبوهات اللي احنا عارفينها. عندك بقى شامبو بانتين وشامبو دوف، تريزيمي، الحاجات دي كلها موجوده ريحتها اللي انت عايزاه. ولو عايزه لون للشامبو في برضو لون للشامبو. هنا بقى انا بدوب البودره التالتة اللي هي تالت حاجه، تالت مكون معايا. بصوا معايا بدوبها كويس جدا واتاكد ان هي دابت علشان ما ادخلش الحاجات في بعض. بدوبها كويس الاول قبل ما ادخلها على الشامبو. بصوا، وبرده دي هتقلي القوام، هتلاقوا كده القوام تقل معانا او مجرد ما حطيتها. بصوا اهو انا بوريكم، شايفين؟ خلاص كده انا بدات اخد قوام الشامبو، يعني هتحسوا كده ان بصوا اهو بيتقل معايا. هنا بقى بصوا قلبت كتير، قلبت كويس جدا جدا جدا، وحسيت بقى الرغاوي بدأت تطلع. بصوا شايفين الرغاوي بقى مع التقليب بدأت تطلع كده. فاضل لي اخر حاجة بقى خالص، اللي هو الزيوت اللي هي مديني هو 3 عبوات كده بحطهم مع كل مكون بحطه بيديني القوام النهائي بتاع الشامبو. بصوا كده انا حاسه ان انا بدات كده اقرب، وهتلاقوني عملت تيست. يعني انا في الفتره دي وقفت الفيديو وعملت تيست ان انا احط شويه على ايدي واشوفهم بيرغوا ولا لا. خطير خطير خطير. واول حاجه طمنتني ان انا حسيت ان ايدي وانا برغي ما نشفتش، ايدي تمام طريه. تالت مكون اهو انا بحطه، اللي هي الحاجات بقى اللي هي موجوده. حطيت بقى المكون الثالث، وهحط بعد كده يعني بس اهم حاجه وانتي بتحطي المكونات تاخدي فاصل، يعني حطي مكون واستني شويه ومكون واستني شويه، يعني ما تحطيهمش ورا بعض ورا بعض ورا بعض وبعد كده تقلبي، فاهمين؟ اتاكدي ان كل مكون امتزج ودخل جوه المكونات بتاعتك. بصوا كده الرغاوي بتقول انا بقيت شامبو. شايفين القوام والشكل بدأ يبقى عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا من كتر الكميات اللي ادهاني انا ما كنتش عامله حسابي خالص على كميه العبوات. انا كملت في ازايز بلاستيك عندي من البيت بتاعه الميه، من كتر ما انا كان عندي كميه كبيره، وانا مستغربه الكم اللي طلع لي من شويه حاجات ب40 جنيه كده. هي كانت اول تجربه ليا بصراحه. عايزه اقول لكم انه لو انتي بقى ناويه تحتفظي بيها، هو قال لي ان هو في حاجات زي المواد الحافظه ممكن تحطيها على الشامبو. انا بصراحه بحطه في التلاجة وزي الفل، ما بص ولا اي حاجه، نتيجته خطيره. بصوا انا هوريكم. بصوا التقل بتاعه تقل شامبو يا جماعه، تقل 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 تقل. وبصوا وعايزه اقول لك رغيه لا خطير. يعني انا بصي انا هوريكم دلوقتي. بصوا الرغاوي في ايديا خطير خطير خطير. شامبو يعني انا دخلت على طول استخدمته على شعري، انا انبهرت من النتيجه خطيره، وبيدي فعلا كم مش طبيعي، كم كبير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تستفيدوا منه، واتمنى تجربوه، صدقوني مش هتندموا. زي ما قلت لكم للناس اللي استهلاكها كتير، خصوصا احنا داخلين على صيف واستهلاك ده بيبقى عالي جدا للمنظفات والشامبوهات والحاجات دي، فلما نعملها في البيت بتبقى اوفر واضمن وافضل. ولو عايزه تعملي منها بيزنس كمشروع برضو مربح جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم انت ممكن تحتفظي بالباقي في التلاجة، يعني طلعي جوه هتستخدميها والباقي في التلاجة. انا بصراحه عملت كميه كبيره ووزعت على كل اللي اعرفهم علشان اخليهم يستخدموا وياكدوا لي ان انا صح، وان المنتج طلع فعلا حقيقي خطير. صدقوني ما فيش حد اديته من العبوات الا لما قال لي خطير واعملي لنا كميات تاني، احنا خلاص مش هينفع نستخدم حاجه تانية غيره. وزي ما قلت لكم بالنسبه للون، موجود الباودر عند الراجل، ممكن تقولوا له اللون اللي انت عايزاه، اللي هو المصدف بتاع بنتين كده، او الابيض الاحمر الاخضر الازرق. انا فضلت اسيبه شفاف زي ما هو لان انا مش عايزه اي كيميكالز على شعري. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديوهات كتير ووصفات كتير وحاجات كتير انا بنزلها لكم على القناه عندي.
ما تنسوش بقى تعملوا لي متابعه للقناه وتعملوا لي لايك وكومنتات كتير، وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا لكل اصحابكم عشان عايزه القناه تكبر بيكم اكتر واكتر. باي باي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناتي، قناه مارتينا جورج.